سيدني وأبوه جون وأخته وجايين يحضروا حفلة تخرج فيلد، وفجأة دخل عليهم جونجر وبيلعب معاهم. لكن جون بيتضايق من الكلب، ولما يعرف من فيلد إنه هو عاوز يحتفظ بيه ويربيه فبيقول له جون إن تربية الحيوانات صعبة وإنه مش قادر يشيل مسؤولية نفسه، وبيعرض عليه جون كذا شغلانة عشان يشتغلها بعد ما يتخرج، لكن ولا شغلانة بتكون عجباه، وبيصر على وجود الكلب في حياته وبيقول لهم بإنه هو كلب طيب ومطيع ومش شقي خالص. أهله بيضطروا يوافقوا على وجود الكلب في حياة ابنهم. وتاني يوم الصبح بتبدأ حفلة التخرج في الجامعة، فبيروحوا أهل فيلد للحفلة وبيحضروها، لكن فيلد مش موجود وبتخلص الحفلة وبيكون لسه واصل وبيكون معاه جونجر، فبيتضايق أبوه من عدم التزامه وبيبارك له على التخرج وبيسلموا عليه عشان يمشوا ويرجعوا بيتهم تاني. واخته بتسلم على فيلد لأنها مسافرة عشان تشتغل في أجازة الصيف. وبعد ما أهل فيلد بيسافروا وبيرجعوا بيتهم بيكون هو كمان لازم يسافر ليهم وياخد معاه جونجر وبيسلم على صاحبه